مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نصلي على الحبيب قلبك يطيب. النهارده بقى هنعمل طريقه الفول المدمس زي اللي على العربيات بالظبط. طريقه جميله وفيها تركه كده في الاخر هوريها لكم، وهي دي اللي هتظبط معانا الفول. كل اللي عملته انا جبت نص كيلو من الفول وغسلته غسله حلوه ونقعته في الميه وهسيبه لمده 8 ساعات. بس كل اللي هعمله دلوقتي هعصر عليه نص ليمونه وهنسيبه زي ما قلت لكم لمده 8 ساعات، وبعد كده هوريكم بقى هنعمل ايه مع بعض. وبكده يا حبايبي رجعت لكم بعد ما الفوله بصي خلاص يعتبر استوت معايا، بس مش السوى اللي هو اللي انا عايزاه. برضو قبل بقى ما هطفي عليه انا هسيبه برضو على نار هاديه خالص. هضيف كده جزرتين مبشورين، معلقتين عدس، واقلب كله كده ببعضه، وهحط واحدة طماطم معاهم، وهوطي برضو النار. يعني بصي نار هادية خالص، وهسيبه بقى كده برضو لغاية لما يبقى معانا زي الكهرمان. وبرضو في الاخر هقول لكم على التكة اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي بقى الاخيرة خالص، اللي هتخلي الفول بتاعنا زي المطاعم وزي فول العربيات بالظبط. بصوا الفولة فاتحة معانا ازاي. بس كده بقى هطفي الكاميرا دلوقتي بقى لغاية لما يستوي معانا، واوريكم في الاخر بقى. وبكده حبايب قلبي الفول بتاعنا استوى اهوت. بعد ما نقعته ساعتين 8 ساعات بالظبط، سبته على البوتاجاز يستوي. خد معايا ساعتين اهو. بصوا استوى والحبايه بتاعته جميله ازاي. تعالوا بقى اقول لكم على السر اللي انا عرفته، اللي هو بيتقل معانا ميه الفول وبيخليه زي المحلات بالظبط وزي عربيات الفول بتاعت الشارع. يلا بينا. معانا في الطبق دوت، معلش الفيديو انا ما صورتش الليمونه اللي انا عصرتها، انا عصرت نص ليمونه. معانا طبق فيه معلقتين صلصه، تمام، وعصرت عليه نص ليمونه، وهنزل عليه بايه؟ معلقه دقيق. بتقلبي الخليط ده كله كده، ناخد بقى الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه وننزل بيه على الفول بتاعنا ونقلبه كده، ونسيبه بقى لمدة ربع ساعة الخليط كله يتجانس مع بعضه. وتعالوا بقى في الاخر اوريكم التقل بتاع المية اللي احنا بنشوفه لما بنجيب مثلا اكياس الفول بتاعتنا، بيبقى زيه بالظبط والله بجد بامانه. دي انا عرفتها من واحد لما بقول له انا عايزه اعرف ميه الفول بتاعتكم تقيله ليه، قال لي بنحط دقيق بس في الكميه اللي هم بيعملوها بقى حسب الكميه. فالنص كيلو عليه معلقه دقيق او معلقه نشا. هوريهولكوا بقى لما اعرفه ده يدوب كده. خلاص يا حبايبي هقفل عليه بقى. حبيت اوريهولكوا. بصوا الميه بتاعته، بصوا اللون بتاعه نفس لون المحلات ولا لا؟ بامانه حاجه كده زي ما قلت لكم فاخر من الاخر. والله العظيم جوزي دخل ولقاني بعمله قال لي الله حطيلي، لاني لسه واكل من شويه. بس عجبه بقى شكل الفول وريحته الجميله بجد. ودلوقتي بقى نعرفه في الطبق واوريكم بقى. بصوا بقى عامل زي الكهرمان كده، حاجه يعني بسم الله ما شاء الله بجد والله العظيم جميله. ونص كيلو ما شاء الله ما شاء الله، عمل لي كميه كبيره والله، يعني تقضينا بتاع 5-6 ايام كمان. اهو احنا بندور على الحاجه الاقتصاديه وبنعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى انا عايزه بس اوريكم ايه الفول ده يبدوب اهو. بصوا زبده والله بقى زبده. ساعتين 2 بس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بترس معايا بكل بساطه. حابه بقى تضربيه في الخلاط لو حبايبك عيالك بيحبوه مضروب في الخلاط بقى اضربيه، بس هو والله ما مستاهل اهو. هظبط له بقى الطبق ونشوف هيقول لنا ايه في الاخر.
لو عجبكم بقى الطريقة بتاعتي ما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك في القناة. باي باي.